تعالي كده بقى اقولك، لو عندك بضاية و2 كوباية من الدقيق، تعالوا نعمل للولاد حاجة كده عظمة. بمناسبة بقى دخول السنة الجديدة نفرح الولاد بحاجة كده حلوة، والولاد بتحبها جدا وبيخلصوا فلوسها عليها. احنا هنعملها في البيت سهلة وخفيفة جدا، وكل سنة وكل اخواتنا طيبين. اول حاجة معايا، يلا بينا نسمي بالله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. ويا رب لا تعملي لايك وكومنت حلو كده للفيديو، وتعملي شير للفيديو، تكون زايرة النبي عليه افضل الصلاة والسلام على رمضان. قولوا امين. اول حاجة معايا هحتاج بضاية ورشة من الفانيليا وكوب الا ربع من السكر ونص كوباية من الزيت وكوباية من الحليب، واضرب الكلام ده كله في الخلاط. انزل بقى بالكلام دوت في طبق معايا، وانزل عليهم ب2 كوباية من الدقيق وانخلهم معايا كده زي ما انتوا شايفين، وعليهم 5 معالق من الكاكاو الخام هنخلهم برضو. وبعد كده هحتاج معايا معلقة من بيكنج باودر ونص معلقة من بيكربونات الصوديوم، واقلب كل ده كده ببعضه. الخليط بتاعي بيكون تقيل شوية مش زي خليط الكيكة. اجيب بقى معايا كيس التلاجة بتاعي، او كيس الحلواني، اي حاجة عندك، واحط العمع. ولو ما عندكيش العمع عادي برضك ممكن تقطعي البوز بتاع كيس التلاجة كده بس بالمقص، وهتشكلي زي ما انت عايزه. اجيب بقى ورقة زبدة واشكل بقى معايا. التشكيل بيكون طولي وممكن تعمليه دائري، والدائري كمان هيعمل معاكي كمية كبيرة جدا. اللي انت تحبيه واللي انت هترتاحي في شكله اعملي، وانا هوريكي كمان في اخر الفيديو الشكل ده والشكل ده. اشكله بقى معايا زي ما انتوا شايفين كده، وبيكون سمكه رفيع عادي جدا، ما تقلقيش. هو هيخش الفرن هتلاقيها فرشت معاكي خالص، وهتبقى معاكي شكلها حلو. خلصت الكمية بتاعتي كلها اهي. هدخله بقى على الفرن بتاعي على درجة حرارة 180، واسيبه بقى في الرف الأوسط. هو في ثواني كده بيكون خلصان. شايفين طلع من الفرن شكله معايا عامل ازاي؟ طلع وجميل جدا. اخده بقى كده وافرطه كده، هو هيبقوا الاتنين كل واحدة هتبقى ملزوقة في التانية زي ما انتوا شايفينها كده. اخده بقى واغطيه عشان يفضل طري معايا ويفضل كده جميل. اخده اغطيه واخلص بقى معايا بقية الحاجة بتاعتي. هجيب معايا بقى كوباية كبيرة من الشوكولاتة الخام، شوكولاتة المطبخ العادية خالص، واخدها معايا واحط عليها نص كوباية من الحليب السخن. ولازم الحليب يكون مغلي، وافضل اقلب فيها لحد ما تسيح كلتها معايا زي ما انتوا شايفين كده. اركنها بقى معايا على جنب، واجيب معايا طبق كبير واحط معايا ظرف من كريم الجانتيه، من الكريم جانتيه العادي خالص اهوت. ظرفه بيكون محلى كمان. وهحتاج معايا كمان نص كوباية من الحليب، واقلب كل ده. ولازم الحليب يكون فيه كده قطع من التلج، واخده بقى معايا بالمضرب بتاعي. القوام بتاعي بيكون ماسك وجميل كده اهو زي ما انتوا شايفين. اجيب بقى معايا البسكوت بتاعي، او اجيب معايا الكيكة بتاعتي، وديت اصلا كمان زي الكيكة الهوز اللي ولادنا مدمنينها من بره وبيجيبوها. اجيب بقى الكريمة بتاعتي واحطها كده من على الكيكاية بتاعتي من النص، واجيب الطبقة التانية كمان الزقها فيها زي ما انتوا شايفين كده. اخلص الكمية بتاعتي كلها والدواير اهي شايفين شكلها جميل جدا وبيكون شكلها حلو قوي. اخد برضك احط الكريمة بتاعتي والزقها الاتنين في بعض، واسيبها بقى معايا كده. ممكن لو عايزه الكريمه التانية بتاع الشوكولاته تلزق بسرعه، عينيها في التلاجة لمده ربع ساعه. عايزه بقى تعمليها وهي كده عادي برضك بتكون حلوه، وبعد كده تدخليها التلاجة. اجيب بقى الشوكولاته بتاعتي كده واحط بقى الشوكولاته عليها، واخدها بقى كده اسيبها كده لحد ما تنزل الزوايد كلها، وهدخلها معايا التلاجة لحد ما تجمد معايا. وبعد كده هزوقها بالشوكولاته البيضه متسيحه برضو بحبه زيت على بخار من الميه السخنه. وشايفين زوقتها معايا خطيرة يا بنات وجميلة جدا. شايفين شكلها رهيب. الولاد هتفرح بيها قوي وطعمها خطير. لو عملتيها مش هتبطلي تعمليها خالص لو جربتيها. خطيرة جدا وجميلة جدا، والكيكة هشة جدا وجميلة. شايفين حتى شكلها من جوه عاملة ازاي؟ يفتح النفس. جربوها يا حبايبي وقولولي رأيكم معايا في الكومنتات، وربنا يحسن ما بين ايديكم. وما تنسوش لايك وشير للفيديو وكومنت حلو كده. وكل سنة وكل اخواتي طيبين.